امهات بتستسهل وهم يزعلوا مننا دلوقتي طبعا. للاسف، بس بتستسهل وهي بتجهز اللانش بوكس بتاع المدرسه او يعني الاكل اللي ابنها بياخده سواء بقى المدرسه او الامتحانات زي الفتره اللي احنا فيها دي. ايه اللي نحطه يا دكتور في اللانش بوكس وايه اللي المفروض ما نديهوش لاولادنا اصلا؟ والله يا مروه، هو كل الامهات دلوقتي لو تاخدي بالك يعني معظمهم وهي راجعه بالليل بقى طبعا كلنا بنشتغل وكلنا طبعا دماغنا مش رايقه. العيش الفينو طبعا ده الاساسي، والجبنه الرومي عشان ايه؟ حاجه سريعه الصبح نعملها. والحاجات ده في طبعا دي بيستسهلوا اكتر ويجيبوا اللي هي الساندوتش الجاهز اصلا يعني عشان صح. ايه؟ ما نعملش حاجه خالص بالمواد الحافظه بقى بكل الحاجات اللي فيه. يعني مكسلين حتى نفتح الساندوتش فنجيب ساندوتش جاهز. طبعا دي كارثه بالذات لو الطفل يوميا بياخدها. انا مع الامهات لو هي مستعجله في يوم، قامت متاخر في يوم، الحاجات دي تنجدنا شويه، انما يوميا لا. اللانشون، الجبن المصنعه بكل انواعها. طب ندي لاولادنا ايه في اللانش بوكس طبيعي كده ورخيص برضو يعني؟ نرجع بقى يا مروه زي زمان. ايه المانع لما ياخد عيش بلدي طالما افيد؟ ايه المانع؟ هو افيد فعلا، ده حقيقي. ايه المانع لما ننشر الثقافه دي بين الولاد؟ يعني معظم الاطفال في العياده حتى اما اقول لها حطي له نص رغيف بلدي او كده، زمايله يتريقوا عليه بالظبط، بيعترض وهي بتعترض وتقول لي عشان ما حدش يتريق مثلا او كده. لا يعني العيش البلدي افيد، العيش التوست مثلا اللي فيه رده برضو افيد، بالذات لو الطفل بيعاني من السمنه كمان. صح، القمح الكامل مفيد فعلا بالظبط. هي بتضطر تديله عيش فينو عشان ما حدش يتريق عليه. احنا وصلنا للمرحله دي. لا، وعشان اسهل واسرع فيا ريت بقى نتعب نفسنا شويه. اللانش بوكس لازم يحتوي على كل العناصر الغذائيه، لان دي الوجبه الرئيسيه للطفل الصبح. ده حقيقي طبعا، دي اساس وبيقعد في المدرسه وقت اكتر من قعاده في البيت. فلازم اهتم جدا وهو رايح واخد ايه معاه. طبعا عايزين نحط فيه العيش بتاعنا، قلنا يبقى بلدي او حاجه فيها قمح كامل عموما. او لو حاجه انت عاملاها قرص في البيت، حاجه انت عاملاها بايدك كمان يبقى افضل. يا ريت الحاجه اللي جوه الساندوتش تبقى حاجه صحيه. جبنه قريش مثلا. ما عادش حد قوي بيجيب الجبنه القريش. او بيض مثلا، بيضه مسلوقه مع اللانش بوكس، بيضه اومليت حتى حطيها. طبعا برانش بقى التاني اللي انا هتكلم فيه لازم يبقى فيه فاكهه وخضار اللي موجود في البيت والمتاح. من ابسط الاشياء. ده حقيقي. تغسلي الفاكهه وتقطعيها وتحطيها في علبه معاه، دي مهمه جدا. صح طبعا. حتى لو الطفل نحيف يعني مش لازم السندوتشات عشان يدخل، لا احنا لازم نحط له الحاجات دي كمان طبعا. عشان يركز. كمان بقى نستغنى شويه عن موضوع المصروف. دايما اقول لهم كده برضو في العياده، وهي تديله الحاجه من بالليل اللي هي شايفه انها صحيه ليه. تعمل له الحاجات اللي بيحبها. يعني كل حاجه ليها بدايل فعلا. بالظبط كده. يعني برضو بلاش موضوع البرجر والصبح برجر وبيتزا والحاجات المنتشره دي. في ناس بتستسهل زي ما حضرتك لو تفتكري قلت لك برضو قبل التصوير ان في ناس يعني الناس اللي هم اللي لسه فلاحين وماشيين بالجبنه القريش صحتهم احسن مننا بكتير. الاطفال دي صحتها احلى بكتير. دلوقتي كل ما الناس والطبقه عليت وبقى في يعني ماديات افضل، بتلاقي الطفل صحته في النازل او بيعاني من السمنه من الاكل اللي احنا فاكرينه صحي وهو مش صحي. صح لان أكيد. ده متاح اكتر في الطبقه دي. فعايزين برضو ايا كانت طبقه الطفل ده نرجع للاكل الصحي، العناصر الغذائيه الاساسيه. صح طبعا. الجبنه القريش، يشرب كوبايه لبن قبل ما ينزل، ياخد معاه فاكهه وخضار، ياخد معاه علبه زبادي، بدل ما يشتري من بره. انا اجيب له بالليل بقى الحاجه الصحيه ليه، مش هديله الاختيارات طبعا. اكيد. ما ينفعش احطه قدام مثلا الحاجه اللي في المدرسه كانتين او حاجه واقول له نقي بقى الحاجه الصحيه. هو طبعا هيروح للحاجه الغلط. اكيد طبعا.